عارف ايه هي اكبر مشكله في الباور بانك؟ هي انه ما يكونش بيدعم البي دي والكيو سي. ولو ما تعرفش ميزتهم فتعال اعرفك ايه دول. الاتنين نفس الميزه، وهي ميزه الشحن السريع. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان البي دي موجود في كل تليفونات ابل وشويه من التليفونات الاندرويد، اما الكيو سي فموجود في كل التليفونات الاندرويد. فتخيل كده لو لقيت باور بانك فيه الميزتين مع بعض، وده اللي معانا النهارده في ريماكس ار بي 37. الباور بيوصل لسرعه 22.5 واط، وده رقم في الباور بانك كويس جدا. كمان الباور بانك فيه شاشه ديجيتال عشان تعرف الشحن بتاعه كام. الباور بانك بيجي بسعه 10000 ملي امبير، وده رقم بالنسبه للسعر خيالي. تقدر توصله بثلاث اجهزه في وقت واحد، وده لانه فيه وصله تايب سي ووصله لايتنج للايفون، وكمان مخرج لليو اس بي عشان توصلها باي نوع وصله معاك. تقدر تشحنه عن طريق المخرج التايب سي، وكمان عليه ضمان 6 شهور من بلتك، وعليه خصم لفتره محدوده. اطلبه دلوقتي وما تنساش ضمانك من بلتك مضمون.